وعرفنا ان مع هي وشي وات او اي اسم مفرد بنضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس. النهارده هنعرف امتى بنضيف اس او اي اس او اي اي اس. طبعا احنا شرحنا قلنا مع هي شي وات او اي اسم مفرد بضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس. عايز اعرف امتى بضيف اس او اي اس او اي اس. بنضيف اي اس اذا انتهى الفعل ب سي اتش او اس اتش او او اكس او زد او اس. في الحاله دي بنزود الفعل اي اس. في الحاله دي بنزود الفعل ايه؟ اي اس. زي مثلا يغسل ووش. لما ادخلها على زمن المضارع البسيط هتبقى ووشز. يفعل دو عشان ادخلها تبقى داز. مثلا واتش يشاهد. كاتش. كل الافعال دي طالما بتنتهي بسي اتش او اس اتش او او اكس او زد او اس بضيف لها اي اس. بضيف لها ايه؟ اي اس. تمام. طب ده كده بالنسبه لاي اس. امتى بقى بضيف اي اس؟ اذا انتهى الفعل بواي والواي قبليها حرف ساكن وحرف الواي ده قبلها حرف ساكن. بنعمل ايه بقى؟ بنحذف الواي ونضع بدلها اي اي اس ونضع اي اي اس. يبقى انا دلوقتي بقول لو حرف الواي الفعل انتهى بواي والواي قبليها حرف ساكن بحذف الواي واحط اي اي اس. طب احنا طبعا كلنا عارفين الفاولز 5 اللي هم الاي والاي والاي والاو واليو. غير كده الحروف كلها كونسونانت يعني ساكنه. يبقى انا دلوقتي حرف الواي لو الفعل انتهى بواي والواي قبليها حرف ساكن بنحذف الواي ونحط اي اي اس. زي مثلا ستادي يذاكر علشان